سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، والمستهل بأبرز العناوين. آليات الحراثة الحكومية تقدم الخدمات بأسعار مدعومة في أغردات. دورة تدريبية حول المسرح في بارنتو. تنظيم أسبوع الطلاب الثقافي الرياضي في مصوع. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. أوبك بلس يوافق على ثالث زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز. السلام عليكم ورحمة الله. تواصل آليات الحراثة الزراعية التي وفرتها الحكومة في مديرية أغردات تقديم خدمات الحراثة للمزارعين بأسعار مدعومة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية سيد كستي غبر يوهانس إن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف حراثة نحو 6200 هكتار، مشيرا إلى أن برنامج حراثة 1500 هكتار يسير بشكل جيد ووفق ما هو مخطط له. من جانبه أكد عضو مؤسسة الغلال والمواشي ومنسق الفريق العامل في الميدان الشاب عبد الجبر ميكائيل أن خدمات الحراثة المقدمة تأتي ضمن حزمة متكاملة من الجهود المبذولة الإنتاجية وتحسين مردود القطاع الزراعي. بدوره أشار الخبير الزراعي الشاب لقيت جبرة تنسائي إلى أهمية عمليات الحراثة في تحسين خصوبة التربة وضمان احتفاظها بالمياه بشكل أفضل، داعيا المزارعين إلى تبني هذه الممارسات لتعزيز الإنتاج الزراعي. نظم قسم الثقافة والرياضة في إقليم القاشبركة دورة تدريبية في بارنتو في الفترة من 24 من إبريل وحتى 2 من مايو في مجال المسرح، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إقليم القاشبركة. وتضمنت الدورة التي شارك فيها 68 شابا من القيادة الغربية وعمال الخدمة المدنية والفنانين إعداد السيناريو والتمثيل والإخراج المسرحي. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد إدريس صالح إن الهدف تحسين الكفاءة والجودة المسرحية لتقديم مستوى أفضل في الاحتفالات الإقليمية والوطنية. وذكر المدربون وممثل المتدربين بأن التدريب ساعد على معرفة أساليب اختيار الممثلين والتصوير والإضاءة والألوان والأزياء والمكياج. وأشار سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبركة السفير محمود علي جبرة إلى أهمية المسرح في التصدي وترسيخ القيم الثقافية ونقل التاريخ وإحداث التغيير في العادات، مناديا إلى العمل الجاد لتطوير القدرات الكامنة للشباب من خلال النشاط التطبيقي وتطوير المتدربين للمعرفة المكتسبة. وقدمت في مراسم التخريج الشهادات على المتدربين، وقدم عرض فني أعده المتدربون. قال رئيس جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط السيد هبتآب جهاد إن الجمعية تبذل جهودا حثيثة لضمان توفير عسل طبيعي آمن وعالي الجودة. وأضاف إن العسل الطبيعي الجيد يعد غذاء ودواء، بينما العسل الملوث يعد سما، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة والجمعية تقدمان برامج تثقيفية وتدريبية للمزارعين لإنتاج عسل عالي الجودة. وأكد السيد هبتآب أن الجمعية تعمل على توفير عسل عالي الجودة وآمن من خلال افتتاح منافذ بيع في مدن كرن ومندفرة وأسمرة. وحث المدير التنفيذي للجمعية سيد جبرهوة فاسيل المزارعين على التركيز على الإنتاج الآمن بدلا من الكمية لتلبية طلب المستهلكين. وتأسست الجمعية جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط عام 2001، يبلغ عدد أعضائها حاليا 206 من الأعضاء.
انطلقت في 2 مايو الجاري في مدينة مصوع فعاليات الأسبوع الثقافي والرياضي لطلاب منطقة إقليم شمال البحر الأحمر تحت شعار المعرفة أساس التطور الثقافي. وضع رئيس مجلس إقليم شمال البحر الأحمر السيد إبراهيم علي الشيخ الشعلة في الحفل الذي أقيم عند النصب التذكاري للشهداء في طوالوت. وقال الأستاذ محمد عبد الله رئيس وحدة الثقافة والرياضة والصحة في فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر إن أكثر من 500 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية من 10 مديريات يشاركون في هذا الحدث، مؤكدا على أهميته. ويشمل هذا الأسبوع الذي يستمر حتى 6 مايو عروضا في الرقص والشعر والإلقاء المسرحي والمسرحيات والمسابقات التعليمية. من جانبه قال مدير مديرية مصوع سيد هيلي أسفة إن الحدث ذو أهمية بالغة لأنه يوفر منصة لتبادل الخبرات والتعارف بين الشباب. أكد مختصون في المجال الصحي أن ممارسة النشاط البدني المنتظم يلعب دورا كبيرا في الوقاية من الأمراض المزمنة والمساهمة في علاجها، وذلك خلال محاضرة توعية أقيمت بمدينة كرم في الأول من مايو الجاري. وأوضح الطبيب العام بمستشفى كرم الدكتور أمانييل قبرتنساي أن النشاط البدني هو حركة منظمة ومتكررة تهدف إلى تنشيط عضلات الجسم، مشيرا إلى أهميته في الحد من عدد من الأمراض المزمنة من بينها ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية، إضافة إلى السمنة وارتفاع الكوليسترول وبعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والقولون. وفي ختام حديثه شدد الدكتور أمانييل على أهمية اتباع عادات غذائية سليمة مرتبطة بالنشاط البدني من خلال تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات قبل التمرين وشرب كميات كافية من الماء أثنائه، إضافة إلى تناول أغذية غنية بالبروتين بعد الانتهاء منه لضمان تحقيق الفائدة المرجوة. يقدم مركز عريتي الصحي في مديرية هبرو خدمات مرضية لضمان صحة الحوامل والأمهات عامة والولادة في المؤسسة الصحية خاصة. ووضح مسؤول المركز الصحي الممرض محمد علي ازدياد الولادة في المركز الصحي بنسبة 5% عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، وتحقق نتائج جيدة في الربع الأول من هذه السنة، مشيرا إلى أن ذلك نتاج أنشطة التوعية الصحية المستمرة. ويقدم المركز الصحي في عريتاي الخدمات الصحية لمناطق قلمعي وميمليح وعن عريش وأفأدر وململت وعريتاي. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستانية. وأشار الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار بادرة إنسانية تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ولم يقدم ترامب سوى تفاصيل قليلة عن الخطة التي قال إنها ستساعد السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى في ظل إغلاق إيران هذا الممر المائي الحيوي. من جهته حذر مسؤول إيراني بارز من أن بلاده ستعتبر أي محاولة أمريكية للتدخل في مضيق هرمز بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار. اتفقت أستراليا واليابان على زيادة التعاون في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية، وذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بنظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي في إطار زيارة تستغرق 3 أيام إلى البلاد.
وبعد توقيع اتفاقية دفاعية تاريخية الشهر الماضي، اتفق البلدان على تعزيز سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والمعادن الحيوية. وتزود أستراليا اليابان بنحو ثلث إمداداتها من الطاقة، وتعد أكبر سوق لها من الغاز الطبيعي المسال. وتسعى الدولتان إلى تعزيز إمدادات الطاقة في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي يضغط على حركة التجارة. كما تراقب الشركات اليابانية عن كثب التطورات في صناعة الغاز الطبيعي المسال بأستراليا، بدءا من خطر الإضرابات في منشآت غاز رئيسية وتصاعد الضغوط السياسية وحتى زيادة الضرائب على الصادرات. اتفقت 7 دول في تحالف أوبك بلاس على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في يونيو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي. وفقا لبيان صادر عن منظمة أوبك، تشمل الزيادة كل من السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة عمان، التي أكدت التزامها باستقرار السوق. وكانت الدول الرئيسية في أوبك بلاس اتفقت مطلع إبريل على رفع الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا اعتبارا من مايو، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على إمدادات النفط. وفي هذا الإطار أشارت تقديرات أوبك إلى أن دول التحالف فقدت نحو 7.7 مليون برميل يوميا من إنتاجها النفطي منذ اندلاع الحرب، وبلغ إنتاج دول التحالف خلال مارس نحو 35 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 42.7 مليون في فبراير الماضي. أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح قمرها الصناعي الجديد لرصد الأرض على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة فاندبيرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. ويمثل هذا الإطلاق إنجازا تاريخيا لسيول، لكن لكونه أول قمر صناعي متوسط الحجم يتم تطويره بشكل مستقل تماما تحت قيادة القطاع الخاص، ما يكرس تحول استراتيجية الفضاء الكورية من النموذج الحكومي إلى النموذج الصناعي. وانطلق الصاروخ حيث استهدف القمر مدارا أرضيا منخفضا على ارتفاع 498 كيلومترا. ومن المقرر أن يبدأ القمر الذي تبلغ كتلته 534 كيلوغراما مهامه الرسمية في النصف الثاني من العام الجاري، بعد فترة تشغيل تجريبية تمتد ل4 أشهر، حيث سيوفر صورا عالية الدقة تصل إلى نصف متر بالأبيض والأسود لدعم إدارة الأراضي والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية. في ختام هذه النشرة سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. آليات الحراثة الحكومية تقدم الخدمات بأسعار مدعومة في أغرداد. دورة تدريبية حول المسرح في بارنتو. تنظيم أسبوع الطلاب الثقافي الرياضي في مصوعة. ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز. أستراليا واليابان توقعان اتفاقات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. أوبك بلاس يوافق على ثالث زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.